السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل خلطة لتنظيف البوتاجاز اللي بالشكل ده. هننضف البوتاجاز، تنضفي بنفس الخلطة دي الشفاط، دولاب الألموتان، شبابيك الألموتان، السيراميك، كل حاجة في المطبخ هتنضفيها بالخلطة دي. خلطة جبارة، ممكن تحطي منها شوية لتسيق الأرض، وخلطة جبارة في تفتيت الدهون، في شيل الأوساخ المطبخ مهما كانت ايه هي، من على سيراميك، من على الأرض، من على كل حاجة في المطبخ عندك. خلطة جبارة فعلا. شفتي البوتاجاز كان عامل ازاي؟ بالسبونشة، مش بسلكة مش بحاجة، وحبة مية من السائل اللي احنا عملناه، هتخلي البوتاجاز بتاعك يلمع كأنه لسه جاي جديد. النار دي البوتاجاز عندي مطلعه دخان، لان انا كنت لسه طافياها واشتغلت على طول في غسيل البوتاجاز. واحسن حاجه في لم الميه والسوائل اللي هو بالشكل ده هي السفنجه. تنضفي البوتاجاز بعد ما غسلتيه بالاسبونشه، تنضفيه بالسفنجه كده وتسحب لك كل الميه وكل الوساخه اللي موجوده في البوتاجاز. السفنجه دي جميله جدا، جربيها وهتعرفي وهتشوفي الفرق. سهله وبسيطه وهتلمع لك وتنضف لك بسرعه. بصي البوتاجاز عمل ازاي بعد ما خلصنا الخلطه، حاجه بصراحه يعني من الاخر. ما تعبنيش، ما عمليش اي حاجه، وبسرعه بسرعه نضفت البوتاجاز كده. عشان نبدأ بقى، يلا نبدأ ازاي الخلطة نعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنسيش تعملي لايك لو الفيديو عجبك، واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلك مني كل جديد. اول هنجيب لتر من المية، هنحط عليه نص كوباية من الصابون السائل. اي نوع صابون سائل عندك، عاملاه في البيت، شارياه، اي حاجة، نص كوباية من الصابون السائل. هنقلبيهم طبعا كويس، وبعدين هنحط نص كوبايه من الخل الابيض العادي بتاعنا. هنحط معاهم معلقه من ملح الليمون. ما قلتلكيش بقى على ملح الليمون، هو اللي بيدي اللمعان، وهو اللي بيدي النظافه، وهو اللي بيشيل كل حاجه. ملح الليمون ده تحفه في التنظيفات، خصوصا لو حاجه فيها دهون او مزلقه او اي حاجه من الحاجات دي. هنقلب طبعا كويس برضو، اهم حاجه تقليب كويس. دي نفس الكوبايه اللي حطينا بيها الصابون، عشان كده فيها حبه رغاوي. هنحط فيها نص كوبايه ميه، وهنحط عليها معلقه من البوتاص او دبوشار او حجر تسليك المجاري. تاني يعني ليه اسامي كتيره. ده البوتاص قشور مش ثابت. هنقلبه كويس، تدوبيه في نص كوبايه ميه، وبعدين هننزله على الخليط الخل والصابون السائل. هنحطيه برضو وتقلبي برضو ما بين كل حاجه وحاجه. لازم تقلبي كويس. المنظفات هي ملها يعني، هي حبه حاجات كده تحطيها على بعض، واهم حاجه التقليب. كده هنحط ايه بقى؟ دي معلقه من الملح، تعقيم وتنظيف ومنع ريحه اي حاجه موجوده، تشيليها بالملح. حاجه جميله خالص، تنظيفات الملح تحفه، حكايه لوحده. كده خلصنا الخلطه. هتعبيها بقى في ازايز بالبخاخ كده، على السيراميك، على الدولاب الالموتان، على الشفاط، على اي حاجه بالبخاخ كده اهوت، وهتنضفي بيها احلى تنظيف. كده خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبك ونال رضاكي واستحسانك. شكرا على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.